ابو علي، تسلم طال. الله يعطيك الصحة والعافية، يطول عمرك في هذه الأجواء وفي شهر رمضان والناس صيام. العم ابو علي تعالنا لزيارة والده، الله يعطيك، والمؤمنين والمؤمنات وأرحامك يا عم ابو علي. وارحمهم. عم ابو علي، نعم. هل من الواجب الابن يزور والدينه عن أحياء أم أموات؟ يحييه أحيانا وأموات، لازم يزورهم، لازم يزورهم، لهم فضل كبير عليه. لو زارهم بعد المموت كأنهم حيين. ما شاء الله. أي، يرحم حج عيسى والديك الشيخ عيسى، ويرحم الشجاع، الله يرحم والديك. يرحم والديك ويرحم أخيينك. ووالديك. عم ابو علي، ما هي الأعمال الواجبة على الابن أن يسويها بعد والدينه ما ينتقلون لرحمة الله؟ مثلا الصدقة عنهم، الصدقة، مثل الصلاة، مثل الصيام يصوم لهم، مثل الزيارة يعني. وحسن الخلق مع الناس. حسن الخلق مع الناس، هذا أفضل نعمة. نعم. هذا أفضل نعمة، الأخلاق دي. نعم. لما يذكر بخير نعم. بعد حياته ومماته. نعم. هذه النعمة دي. الإنسان يستأنس عندما يرون المؤمنين ويقولون له رحم الله والديك. اي والله، هذا أكبر نعمة. أكبر نعمة كبيرة. اي والله، هذا أكبر نعمة. ما وأنت الله يرحم والديك ويرحم المؤمنين والمؤمنات، يطول عمرك يا أبو علي. جميعا. الله يعزك يا عمي أبو علي. ويرحم الحج حسين الخليف أبو علي رحمة الله عليه، والديك الله يغفر له، ما ننسى بعد. يطول عمرك. اي والله ما ننسى، حتى عم ابو من علي صلاة الليل ما ننسى. ما شاء الله. اي والله، لا الحين. الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله ويطول عمرك إن شاء الله يا أبو علي. بلا شك فلك معزة خاصة عند العم حسين الخليف، وأنت تعز وهو يعزك. والله يعزهم يعني. أنا وعندها الأولاد الله يحفظهم يا رب، ويطيل في أعمارهم يا رب العالمين، يطول عمرك ويوفقهم إن شاء الله. عم ابو علي، كلمة توجيهية ونحن في شهر رمضان ونحن في هذه المقبرة يا ابو علي، كلمة توجيهية كيف الإنسان يخلص مع الله سبحانه وتعالى؟ يخلص مع الإنسان أول بحسن الأخلاق، بحسن المعاملة، بالصدق مع الله ومع الناس. نعم. هذا أول حاجة. وثاني شيء يؤدي الواجبات اللي عليه، صلاة رحم، صلاة والدين، تصدق، تعطي المؤمنين اللي تعرفه، وخاصة من أقربائك. نعم. المحتاج. نعم صحيح. هذا أفضل حاجة، وبالخصوص ونحن في شهر رمضان والشهر المبارك. نعم. الله يعطيك الصحة والعافية يا أبو علي. حياك الله. لك طيلة العمر. حياك الله أبو عيسى. ايش خليك ربو يا عمي. مع السلامة.